عارف ان انت عندك بكره ماتش الارجنتين في دور ال 16 في كاس العالم. انا ماتش استراليا اه ما نمتش خالص خالص ولا دقيقه. انا ماتش استراليا كنت مطبق، لاعب ماتش انا مطبق، مش عشان انا بسهر، لا انا بنام الساعه 10 بالليل، بصحى بنام 10. الساعه كام قبل الماتشات دي؟ بصحى 7 الصبح. انتوا بتصحوا كلكم 7؟ مش كله يعني، هو الاكل بيبقى الساعه 8 ونص. انا دايما بس بنام 10 بصحى الساعه 7 الصبح كل يوم من ال 40 يوم اللي قعدتهم في امريكا كده، باستثناء ماتش استراليا وماتش الارجنتين. طبقت من كتر الضغط ما كنتش عارف انام لدرجه في الاوضه لوحدي، كل واحد كان بيقعد لوحده، كل واحد لوحده، لدرجه ان انا كلمت الدكتور الساعه 3 الفجر يوم ماتش استراليا، قلت له دكتور الحقني انا مش عارف انام من الضغط اللي انا فيه. ومين تاني زيك طبق كده؟ لا مش عارف. مين اول واحد بيصحى في الفريق؟ كله بيصحى، كله بيصحى بدري، كله بيصحى بدري، كله بيفطر. لا الناس ملتزمه بطريقه غير عاديه كله. طب والدكتور عمل لك ايه انت مش قادر تنام؟ جاب لي برشامه عشان تنيمني. برشامه؟ ما انا مش عارف. جاب لي اطلع من الحته دي. جاب لي علاج عشان ينيمني. أيوة عشان مش عارف انام من كتر التفكير في الماتش. نيمتك؟ نمت نص ساعه وصحيت. انت رايح تلعب ماتش وانت نايم نص ساعه؟ والله قلق الماتش ما عارف انام. انا ماتش الارجنتين الدغدغه اللي انت عاملها في الارجنتين والمشاوير والله العظيم وحياه ابني انا نايم ساعه واحده، ساعه واحده ماتش الارجنتين. وبعد الماتش ما نمتش بقى من كتر الزعل، نايم الساعه 5 الصبح. ياه. يعني قعدت يومين صاحي اليوم ده. ده انتوا كمان الماتش خلصان بدري الظهر، فاليوم كله بقى قاعدين. انا كل يوم الماتش بالليل مش عارف انام، هتقلب كده تقلب كده مش عارف انام.